السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين. حييكم إخواني، وما راح أطول عليكم أدري الجو بارد، ولكن ودي أختصر كلامي في نقطتين أساسيتين. كوني أستاذ بالقانون الدستوري فبركز على الجانب القانوني فيهم. النقطة الأولى يمكن تفضل الزميل قبل شوية وقال إن تم حفظ جميع الجرائم التعدي على الذات الأميرية. هذه أول نقطة ودي أتطرق لها. شنو هي جريمة الاعتداء على الذات الأميرية أو التعدي على الذات الأميرية؟ ودنا نشوف يعني هل هناك تجني على الناس المتهمين أم هو حقيقة هناك تعدي على الذات الأميرية. النقطة الثانية الأساسية هي تعلق مرسوم الصوت الواحد. يعني الأوضاع اللي قالت عليها الحين اللي نشوفها الحين وعدم الاستقرار كله بسبب هذا المرسوم. فودنا نناقشه، خصوصا أن المحكمة الدستورية بدأت بنظر الطعون المتعلقة في هذا المرسوم. فودي أكشف عن الجوانب الدستورية كونها من صميم اختصاصي. فنبدأ بالنقطة الأولى فيما يتعلق بالتعدي على الذات الأميرية. الدستور ينص على أن ذات الأمير مصونة لا تمس، وهذا شيء مسلم فيه عندنا بالقانون، والقوانين أيضا في أكثر من نص جرم هذا الفعل. أيضا دين الإسلام يحث على طاعة ولي الأمر، وهذا شيء مفروغ منه. كذلك عاداتنا الاجتماعية كشعب كويتي بيننا وبين الأسرة الحاكمة مواثيق وعهود قديمة تمتد إلى مئات السنين، ولا شك أن الأمير من خلال مبايعتنا له يستلزم احترامه وتقديره، ومن ثم عدم مكانته مثل في الإمارة. فلذلك جريمة التعدي على الذات الأميرية هو التعدي على الشعب الكويتي. فما نرضى، ما حد يرضى التعدي على مسند الإمارة، هذا شيء مرفوض مفروغ منه. فلذلك هو جريمة ما في خلاف عليه. ولكن مع الأسف بوجهة نظر كرجل قانون أشوف أن تم استخدام هذه التهمة لترهيب وترغيب والضغط على معارضي السلطة، وهني منبع الخوف. وأصبح الموضوع هذا يكال بمكيالين، بمعنى أن الشخص هذا إذا كنا نرتب الجرم هذا نستطيع، وهي تهمة التعدي على الذات الأميرية. وفي ذات الوقت هناك من يتعدى على الذات الأميرية ولا كأنه قال شيء. نضرب أمثلة واضحة وصارت على الشيء هذا. فمثلا أحد الأعضاء بحسن النية وقلب الوفاء الكويت يطلب من صاحب السمو كمواطن يعمل الإصلاح، فيقول يا ناقذة الطريق غلط. يا ناقذة هذه كناية عندنا بالكويت انك انت رب السفينة، انك القائد. فلذلك يطلب منه تمني، يتمنى ان النهج اللي ماشيين عليه خطأ ويطلب الاصلاح. ما طلب شيء ثاني، يعتقل ويزج بالسجون. بينما هناك اكبر جريمة في تاريخ الكويت فيما يتعلق بالتعدي على الذات الأميرية لن يحرك ساكن ضدها، وهي ما صرح به أحد النواب في مجلس سابق ولا زال هو نائب في المجلس الحالي، عندما قال أنا توني التقيت مع صاحب السمو الأمير وقال لي إن الشيخ ناصر المحمد هو أمير الكويت 17. هذه جريمة بحق صاحب السمو، الجريمة بحق الأسرة الحاكمة وولي العهد والشعب الكويتي. شلون؟ أولا أنت أساس تختار الحاكم القادم لابد أن السابق يعني نقصده
لابد انه يكون الحاكم التسع شهور اختاره اللي هو الشيخ نواف ولي عهد الحالي، فانت صادرت حقه تعديت عليه. وايضا زرعت الشقاق وسط اسره الصغار، ما في شيء هذا، ما حد ينكرها، وهذه جريمه امن دوله. وايضا صادرت حقكم، لان احنا من حقنا نبايع ترشيح سمو الامير عندما يرشح ولي العهد لابد من موافقه مجلس الامه. فانت كيف تقول ان هذا الامير رقم 17 انت انتهكت احكام الدستور وصادرت حق امير المستقبل وانتهكت حقوقنا في المجلس القادم، ولا احد تكلم ولا احد قال شيء. ايضا جريمه اخرى لا تقل خطوره من جرائم التعدي على الذات الاميريه حصلت في وقت سابق، وهو احد الاعضاء من المتهمين بتكسب غير المشروع من خلال الوظيفه النيابيه، وحيل للنيابه رجل اذاعات بالملايين برصيده فجاه، من وين كان الفلوس؟ قال هو بس انا ما هو قال ابن زوجته مثلي انا كنت اتكلم، وهو قال ابن زوجته، قال ان صاحب السمو عطاه الفلوس هذه عشان يوزع الفقاره، مسكر بيت الزكاه انه او انضم حق مجلس الامه. يعني معقول ان عضو يقول انا خذيت الفلوس من صاحب السمو وزع الفقاره؟ انا اول مره انا درس من سنوات قانون الدستوري، اول مره ادري من اختصاصات مجلس الامه توزيع مساعدات على الفقراء. لله الحمد ديوان الامير نفى الكلام هذا، ما سمع امور طيبه. زي امرك دعوه جنائيه عليه على غيره المسكين صاحبنا اللي يقول يا ناقذه ما قال شيء، وديت السجن وثلاثات ودنيا وهذا ولا حد كان قال شيء. هذه جريمه، هذه انك تعطي فلوس بهالطريقه هذه فيها اهدار مال العام، فيها رشوه، تكسب غير مشروع، امور كثيره فيها جرائم هذه كلها، ولا احد حرك ساكن. اذا التعدي على الذات الاميريه جريمه ما طبعا ما حد يختلف عليها، وذات الامير مصونه لا تمس، واحنا ناكد على هالشيء هذا، ولكن الكيد بمكياله هذا الشيء المرفوض. واتمنى على السلطه ان تقيس جميع التهم ذات المخطره على سبيل. النقطه الثانيه ما ودي اطول عليكم تتعلق بمرسوم الصوت الواحد. والله مرسوم الصوت الواحد هذا وين ما تقلبه تلقى فيه اخطاء. نبدا من البدايه. اول ما حل مجلس الامه السابق وخلال فتره الحد صرح رئيس الحكومه ووزير الاعلام انذاك وقالوا ان لن يتم المسار بالنظام الانتخابي. خلال اسبوعين تم تعديله. يعني هذه بدايته. ايضا فيما يتعلق بمرسوم الصوت الواحد، فقهاء القانون الدستوري شو يقولون؟ يقول اذا كان حل البرلمان اللي هو مجلس الامه يعتبر برلمان ما يجوز المساس بالنظام الانتخابي. وهو ما تحل البرلمان الا بينك وبين خلاف كحكومه، انتم مختلفين تروح تغير النظام الانتخابي علشان تغير ترتيبه، انت خصوم بينك وبين خصومه، فشلون تغير النظام الانتخابي؟ ففقهاء القانون الدستوري ما يقررون تغيير النظام الانتخابي خلال فتره الحل. اوكي حصل هالشيء هذا وقالوا ان صاحب السمو له سلطه تقديريه في حاله الضروره. وين حاله الضروره؟ النظام الانتخابي هذا من 6 سنوات معمول به، وتم تنظيم الانتخابات يمكن 5 أو 6 مرات ولا حد حرك ساكن. فلذلك حالة ضرورة غير متوافرة. وصل طبعا في المحكمة الدستورية، هناك من يقول ان المحكمة الدستورية ليس لها سلطة الرقابة على المراسيم هذه من حيث وجود حالة الضرورة. حالة الضرورة منو قالها؟ الدستور يقول هذا فيما اذا حصل فيما بين ادوار الانعقاد، يعني في فترة عدم وجود البرلمان ما يستدعي الاستعجال، والا كان هناك ضرر يقع بالبلد. ما في حالة ولا في ضرر، اذا كانت الضروره منتفيه تماما. فالمحاكم في كثير من الدول مثل فرنسا عند المجلس الدستوري، وكذلك المحكمة الدستورية العليا في مصر
قررت في احكامها مصر تقريبا اواخر التسعينات اصبحت تراقب مثل هذه المراسم، ما عندهم رئيس الجمهوريه يصدرها، اصبحت تخضع لسلطه لرقابه القضاء، واصبح القضاء من الممكن يلغيها. فلذلك ما ليست محل خلاف الان، ويحق للمحاكم ضبط رقابتها والغائها في حاله عدم توافر حاله الضروره. واحنا كنا شايفين ما حد يختلف ان حاله الضروره منتفيه تماما. النقطه الاخيره اللي بدي اركز عليها فيما لو احنا املنا بصراحه بقضاء كبير جدا، قضاءنا النزيه، وهو ملاذنا الاخير الان لخروجنا من هذا المأزق صراحه السياسي. النقطه المهمه فيما لو صدر الحكم بإلغاء النظام الانتخابي او المرسوم هذا ومن ثم يترتب عليه الغاء المجلس، هو ايضا الغاء جميع الاعمال اللي صارت عنه. لان حالتنا الحين تختلف عن حاله اللي حصلت بالصيف عندما تم الغاء مجلس الامه مع البقاء على اعماله، لان الحين قاعدين يتسابقون على اصدار قانون جديد يتعلق بالنظام الانتخابي، ومن ثم اذا ما لقت المحكمه المرسوم يقول عندنا قانوننا احنا حاسبين حسابنا، فكأنك ما سويت شيء. لذلك اساسا النظام باطل، فبالتالي المجلس كله هذا باطل وجميع اعماله. فالحكم الصادر الا يكون يلغي المجلس واعماله فكأننا ما سوينا شيء. فاتمنى في حاله صدور مثل هذا الحكم ان يكون ملغي حتى اعماله بما في ذلك القوانين التي تصدر، الخاصه في تقسيم الدوائر او تغيير النظام الانتخابي. شاكر لكم حسن استماعكم، واتمنى ان نخرج من هذا المأزق بسلام.